يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب العالمين. العيد مش بس كحك وبسكوت وغريبة، العيد كمان الأكلة العظمة دي. رحت بقى عند ماما كده أول يوم العيد نعيد عليها، ولقيت بقى الوليمة دي مستنياني. شمرت ايدي وسميت بسم الله وصليت على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وابتديت بقى المعركة الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا قبل ما اعمل اي حاجة، فرشت على الرخامة كده كيس، اي كيس عندك، اي حاجة عندك تفرشيها كده، علشان طبعا الحاجات دي بتبهدل الدنيا جامد. فعشان تخلصي حاجتك وتخلي المكان كمان نضيف، مكان ما انت تعملي وما تحسيش ان انت عملتي حاجة خالص، لازم تعملي كده. ابتديت بقى الاول بالعظمة بتاعتنا، ايه هي؟ الفسيخ. تمام، طبعا طلعت الفسيخ كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم انا كنت مبسوطه انبساط وانا واقفه بعمله، مش قادره اقول لكم قد ايه بجد. بصوا الفسيخيه طبعا فيها ملح من بره وكده، فطبعا خدت الفسيختين دول ما شاء الله كانوا كبار، خدتهم اديتهم بس شطفه كده تحت الحنفيه، نزلت الملح مش اللي احنا غسلناهم يعني، لا هي شطفه كده وهو مقفول، اهم حاجه من غير ما يتفتح ولا يتقشر. قبل ما نعمل اي حاجه خالص بنشطفه شطفه بسيطه تحت الحنفيه كده، بنزلت بس الملح منه. وابتديت بقى اللي انا ايه، اشيل الزعانف بتاعته دي، وابتديت ان انا اقشره. ولما تقشري اي انواع سمك بتقشريها بعكس، يعني بتمسكي السمكية كده وبتقشري عكس، عشان خاطر القشر ما يبهدلكيش ولا كمان يبهدل الدنيا. بصي بتلاقي القشر نزل في الطبق اللي انت حطاه. اهم حاجة وانت بتعملي تكوني بتنضفي تحتيكي عشان الحاجة تطلع نظيفة، وما يكونش فيها قشر ولا فيها زفارة ولا اي حاجة خالص. بنشيل الزعانف كده خالص عشان يبقى سهل معانا في التقطيع والتنظيف. وبعد كده بقشره، بعد ما قشرته خلاص كده هنضف بقى الطبق بتاعي قبل اي حاجة، وانضف حواليا الاول، وبعدين هبتدي بقى اقطع الفسيخية بتاعتي. صلى على سيدنا محمد وحط اللايك عشان اللايك ما بيكهربش. طبعا بقى كنت مبسوطة قوي. بصوا بقى كمية الانبساط، وهنا بقى سأسكت قليلا على شكل الفسيخية لما فتحتها. كانت مرات اخويا بقى واقفة جنبي بتناولني الاطباق، عشان طبعا مش هينفع ايدي زفرة، وما ينفعش ان انا احط ايدي في المطبقية اجيب اطباق طبعا، والكلام ده لازم هي ايه. المهم يعني حطيت لي هي الاطباق، وانا بقيت اللي اقطعه احطه في الطبق. طبعا كلنا كنا موجودين، كنا رايحين نعيد على ماما اول يوم. كل سنة وانتم طيبين وكل اهالينا بخير يا رب العالمين. بصوا بقى الفسيخية، يا خرابي يا خرابي، عظمة عظمة عظمة. طبعا بقى ابتديت اللي انا اقطع كده حتت حتت. طبعا انت لو عايزة تخليها في الحتة دي بقى كده، بتبتدي تجيبي المعلقة وتخلي من النص، ما فيهاش كده شوك بقى ولا اي حاجة. ابتديت اللي انا اشيل كمان اي شوك رفيع فيها علشان ناكل على طول، لان كمان معانا اطفال. طبعا انا ما اقدرش في اللحظات دي ان انا اسيبها، كنت بدوق عشان ما اكدبش عليكم وانا واقفة، يعني ما قدرتش. خلصت بقى الفسيخ وجيت بقى عند الملوحية الحلوة العظمة الجميلة دي. طبعا الملوحة دي اختصاص ماما في البيت، يعني ماما بتحب الملوحة اكتر من الفسيخ والرنجة والكلام ده كله. فطبعا احنا ايه، قطعت يعني سبت لها يعني حته كده، عشان هي قالت لي ايه، سيبي لي حته بتحبها من غير زيت ولا ليمون ولا اي حاجه. المهم عملتها برضو زي الفسيخ، شلت الزعانف بتاعتها والكلام ده كله وقشرتها زي ما انتوا شايفين. بصي لما بتقشري عكس بصراحه بتفرق كتير، لو قشرتي غير كده بتلاقي الدنيا اتبهدلت والرخامه وهدومك اتبهدلت كله بصراحه. بتقشري ولميت بقى كده. بصي يعني انتوا لو تلاحظوا انا ما وسختش حواليا اي حاجه، بس كده خلاص قطعتها بقى. وخدنا اللي خدناه يعني في طبق، لان طبعا الملوحة كمان بتكون الملوحة يعني الملح بتاعها زيادة عن الفسيخ. انا بصراحة بحب الفسيخ اكتر، فيعني ايه احنا ما كلناش منها كتير، يعني كلنا الرنجة والفسيخ اكتر من الملوحة عشان هي بيكون ملحها ازيد، ماما بتحبها اكتر. فالمهم شلت بقى السلسلة دي من النص، حتى بتلاقوها هي من جوه ناشفة عن الفسيخ شوية مش طرية. وطبعا برضو بدوق يعني ايه، محلتهاش. بصوا عظمة. المهم بقى ايه، بتكون ناشفة من جوه شوية عن الفسيخ، مش طرية قوي، لان هي الملوحة بتاعتها بتكون ازيد، الملح بيكون منشفها من جوه. قطعناها بقى كده زي ما انتوا شايفين،
وسبت بقى حته كده لماما، قالت لي عايزاها من غير زيت ولا اي حاجه خالص، فسبتها لها تاكلها ايه كده من غير زيت من غير اي حاجه جنب الفسيخ والرنجه. تمام، خلصنا بقى المهمه بتاعه الملوحه بتاعتنا. بس كده سبت لها بقى دي، وابتديت بقى ايه، ادي طبق الملوحه، وابتديت بقى اللي انا اخش على المعركه اللي بعدها اللي هي بقى الرنجه. بصوا بقى الرنجه هنا انا بعملها بطريقه حلوه قوي، وفي نفس الوقت برضو بتكون سهله في الاكل، بحيث ان احنا ناكل على طول، ما نقعدش نطلع في شوك والكلام ده كله، عشان زي ما قلت لكم معانا اطفال. طبعا انا ما عملتش الكميه كلها، انا عملت على القد، ولما نحتاج تاني بنعمل، علشان خاطر برضو الحاجة لما تقعد ما تبقاش ايه طعمها وحش، او يكون اتحط فيها كذا ايد وكده. ابتديت برضو اللي انا اشيل الزعانف. وبصوا بقى هنا الحركة دي هنعمل ايه. هبتدي ان انا اعمل كده قبل ما اقطع، بقشر القشره من ورا الاول بالراحه كده، ما بقطعش الرنجه، لا بقشر القشره كده من ورا بالسكينه او بالمقص الاول، بحيث ان انا ايه اخليها من القشره خالص. وبعد كده عشان تبقى سهله معايا بقى اللي انا اطلعها كده قطع زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا فصوص كده، كانت فصوص. ابتديت اللي انا اطلع الشوك خالص، ما خليش فيها اي شوك ولا اي زفاره. تمام، بقشرها كده وبعملها كويس، بصراحة كانت تحفة. وكانت الرنجة بقى كانت محتاجة ان احنا نحط لها ملح، من كتر ما هي كانت دلعة، كانت جميلة قوي قوي ما شاء الله بجد. كل سنة وانتم طيبين وكل اهالينا بخير يا رب. واهم حاجة في المواضيع دي اللمة، بصراحة اللمة بتفرق كتير قوي قوي، والعيد والمناسبات دي بتحب اللمة، وربنا يديمها علينا يا رب، ونفضل كده ملمومين وربنا يخلي كل واحد لأهله ويخلي أهله ليه. بصوا بقى الجمال، فصوص كده، فصوص فصوص فصوص، عظمة عظمة. عملت بقى طبقين كده من الرنجة حلوين محترمين. طبعا انا بوريكم واحدة واحدة، والباقي انا بكمله. تمام كده. بصوا الجمال بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. خلصنا بقى الرنجة، ادي طبقين ما شاء الله اللهم بارك. هبتدي بقى اللي انا دلوقتي، بصوا هلم كده، خلاص عملنا حاجة ولا اي حاجة. خلاص بقى خلصنا، حطيت الزيت وحطيت الليمون وحطيت خل وحطيت شطة. كنت عايزة احط طحينة بس قالوا لي لا، خلينا الطحينة على جنب في طبق، واحنا بقى نبقى نحط براحتنا وناكل براحتنا. وكمان بقى بصل، وكانت حاجة كده بقى ايه، اكلة دمار، الاكلة دي دمار دمار دمار. بس بقى كده يا ستي، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. بصوا الفسيخ عظمة عظمة عظمة، كان تحفة. ادي طبقين الفسيخ والملوحة والرنجة، وده كان الفيديو بتاعي. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.